بيكون هو قائد العيله، بيكون هو اللي بيقدر يحتوي البنت والزوجه والابنه والابن. فهو لازم يكون مدرك حجم المسؤوليه اللي هو بيقودها في البيت. انا ما يكون عندي ابن لازم احتويه لاقصى درجه، لازم اهتم لامره، لازم اما يبقى واقع في مشكله او لازم دايما حتى لو بيعمل حاجه غلط ما هي الاهالي لازم اقدر اوجهه. اكيد طبعا الاهالي لازم تدرك ان ابنائهم هم يعني انتوا ملجأهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما أيوة. بيكون هو في المجتمع ابنك او بنتك وهم في المجتمع بيواجهوا يعني مشاكل في الحياه مليانه مشاكل وبتواجهنا صعوبات كتيره جدا، احنا بنكون عايزين نتخطى الصعوبات دي ونعديها في الحياه، وعايز انجح وعايز احقق وعايز ابني ابقى مستقر وعايز اعمل حاجات كتير قوي. فمين اللي هيطبطب عليا؟ هم اهلي. مين لو انا واجهت مثلا بره في الشارع واجهت تنمر، ولا واجهت ان حد بيقول لي انت غبي، ولا حد يعني حطمني نفسيا، انا برجع لاهلي واقول لهم ده حصل كذا كذا، وقال لي هم اللي بيرفعوني بيسندوني تاني ويقولوا لنا لا، تقول لابنك وتقول لبنتك لا انت شاطر، انت تقدر تحقق، انت قد ايه موهوب. وبعدين مش شرط ان عشان خاطر مثلا قريبه ابن عمه مش عارف دخل كليه ايه يبقى هو خلاص يبقى ماشي على نفس التارجت ولازم يحقق نفس التارجت ده. لا مش لازم. يعني ربنا برضو سبحانه وتعالى بيخلي كل شخص موهوب وناجح في حاجه معينه. يعني انا ممكن اكون ناجحه في حاجه معينه واهلي يجبروني ان انا ادخل مثلا كليه عشان هم عايزين ابقى زي بنت خالتي ولا ابن عمتي وانا مش لاقيه نفسي مش هنجح فيها. فلازم برضو الاهل يبقوا مديين يعني مساحه لاولادهم. ايوه ان هم يفكروا ان هم ياخدوا قرارهم بنفسهم، ان انا طبعا عايزه ابقى انا بحاجه، مش شرط ان انا بابايا دكتور يبقى انا ابقى دكتوره، لا مش شرط ان انا اخويا الكبير ظابط ابقى انا ظابط، لا عادي كل واحد ليه حق في ان هو ياخد قراره بنفسه. أكيد. واحنا طبعا معانا اول اتصال تليفوني النهارده في حلقتنا. الو يا مي منوره الدنيا. اتصالت قطع، يا ريت تحاولي تكلمينا تاني يا مي في انتظارك. فاحنا اللي كنا بنقول يا خلود ان دلوقتي يعني كمان بتحصل برضو مشكله غريبه قوي انا باخد بالي منها. دلوقتي شاب وهو خلص دراسته وهو خلاص بقى راجل ويقدر يتحمل مسؤوليه، وهو خلاص اختار بنت وحب بنت وشايف ان هي مناسبه وان هو عايز يتجوزها، يجي الاب يقول لا انا مش موافق عليها. الموضوع ده يا خلود عايزه اقول لك ان هو محطم كميه يعني شباب بطريقه مش طبيعيه. احنا معانا بس اتصال وهرجع نتكلم برضو، لسه مكملين في موضوعنا.